سلام بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويكون نهاركم داز مزيان ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو اليوم 14 من رمضان. ان شاء الله اليوم غنوجد معكم وصفات اللي هما صحيين لذاذ طبعا، وغادي يكون ان شاء الله فطور متوازن اللي غادي نوجدوا فيه الفخيضات مع جنيوحات محمرين اللي غنقدموهم مع الروز. عندي هنايا واحد السلطه ديال الفواكه وغادي نقدموها مع الخضر مسلوقين ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي تكون معنا واحد الضيفه هي اللي غادي تعاوننا في هذا الافطار ديال اليوم ان شاء الله. واحد الضيفه صراحه اللي كتفرح اي مرة في الكوزينه، غادي تفرحها هاد الضيفه هذه، غادي تشوفوها معايا ان شاء الله في الفيديو. قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش ديروا لايك، ديروا اشتراك في القناة وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب، وفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم كل جديد. وكنبغي ايضا نشكركم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم وعلى الدعم ديالكم. صراحة الدعم ديالكم والتعاليق هما اللي كيخليوني نوض نصايب لكم فيديوهات جداد بطاقة جديدة. هنايا ندوزو ان شاء الله باش نبداو لا فيديو ديالنا. والضيفة اللي هضرت لكم عليها في البداية ديال لا فيديو هي هذه اير فراير فيها جوج ديال نقولوا بيبان، وكتجي كبيره صراحه. عندي وحده صغيره غير هي ما كتهش بزاف صراحه، فقط يعني غير الا كانت الكميه قليله بزاف. هذه كبيره وفيها جوج ديال يعني جوج ديال البيبان. يعني تقدري ديري فيها مثلا يعني الكفته او جنيحه ديال الدجاج في جهه، وديري الخضره باش تشوى في جهه اخرى. يعني هنايا كنحلها معكم وكنكتشفها معكم. هنايا جايين جوج ديال هاد لي سيبور هادو ولا اش كنسميهم، هما اللي كنحطوهم في الداخل، اللي كنحطوا عليهم يعني اي حاجه بينا نطيبوها في الاير فراير. صافي هادو عندنا منهم جوج. ودابا غادي نكتشفوا المفاجاه الكبرى شنو كاين لتحت. طبعا راها بيان اونبالي. بالنسبه للبنات اللي باغيينها اللي كاينين في فرنسا، انا راه خديتها من اكسيون. صراحه راه جربتها وغادي نجربها معكم نيت في الفيديو، راه كتجي رائعه صراحه وكطيب مزيان. فقط هي صراحه كتاخد شويه ليسباس ولكن راه تستاهل. صافي هي حيدتها من الكرتونه. غادي ندير معكم انبوكسين. شحال هذه صراحه بغيت ناخدها ودائما يعني كان اجلها، ولكن هذه المره صراحه لقيتها بروموسيون، لقيتها ب50 اورو. مزيانه صراحه، ثمنها مقارنه مع الخدمه ديالها صراحه رائعه. صافي راه كتجي بحال هكا، هاني كنحلها معكم. هنايا كنجر هي اصلا مسدوده من الجنب. ها هي طبعا قبل ما نستعملها غادي نغسل يعني هاد لي بواط ديالها غادي نغسلهم طبعا، وغنمسحها بالخل من الداخل عاد غادي نستعملها. صافي هنايا راه بديت كنجربها. صافي هنا غندوز ان شاء الله باش نوجد معكم الجنيوحات اللي غنجربوهم نيت في الاير فراير. غندير معكم واحد الطريقه كيجيو بها لذاذ خطيرين بحال الوينكس اللي كتشريوهم يعني من برا. اول حاجه غادي نجيبو جنيوحات وفخيضات. انا الفخيضات كنحيد ليهم الجلده صراحه ما كتعجبنيش، كنغسلوهم مزيان مزيان بالخل والحامض والملحه. صافي وكنخليهم يتسقطروا، وغندوزو نيشان نصايبوا ليهم التتبيله ديالهم. هنا درت 2 معالق كبار ديال الجبن الابيض، تقدروا ديروا دانون مسوس. غادي نزيد عليهم مايونيز، تقدروا ديروا الموطارد اللي عندكم كتجي فيها اللذيذ احسن من المايونيز، انا صراحه ما عنديش. صافي غندير الثومه بود، غندير تحميره مليحه، الهريسه كتجي فيهم خطيره غير كتروها. وغادي ندير هنايا شويه ديال القزبور حبوب مطحون. غندير شويه ديال سكينجبير، طبعا الدجاج كيبغي سكينجبير. الا كان عندكم دجاج ودرتوه في يعني بيتوه في الفريغو غيكون حسن. انا صراحه ما يعني زربت عليها باش نجربها. صافي هنا درت واحد شويه ديال الزعفران الحر، شويه ديال السمن. كيجيبوا صراحه المذاق خطير هاد الجوج. هاد الكومبو ديال السمن والزعفران الحر صراحه انا كنستعملو بزاف حيت كيجيو بنان. غندير هنايا الربيع، شويه ديال الزعتر وشويه ديال الخرقوم فقط باش يعطي اللون.
غندير زويته بلديه وعصيره ديال الحامض. صافي هادو هما المكونات ديالنا، كنخلطوهم جيدا. يعني هاد الفخيضات كنشرحوهم شويه بالموس وكندخلو فيهم التتبيله، ثم غادي نغطيوهم اقل ساعه عفوا اقل مده هي ساعه ونص. انا هنايا تقريبا خليتهم ساعتين وهما كيتشربوا ديك التتبيله. صافي غندوز هنايا باش نغسل الروز مزيان اللي غادي نرافقو مع الجنيوحات ديالنا والفخيضات. غادي نغسلو تيولي الماء ديالو تقريبا صافي، ما يبقاش فيه النشا هو كما كتشوف في الفيديو. ثم غادي نصفيه، ضروري نصفيه، حيت هنا غادي نحمرو شويه مع الزبده وزيت الزيتون. عاد غادي يعني غادي نكمل ليه الطياب ديالو. هاد الطريقه هادي ملي كتحمصوه شويه في زيت الزيتون والزبده كتجيب فيه يعني اللذه خطيره بزاف في هذا الروز. غير جربوه يعني وراه ما غاديش تندموا وغادي يولي عندكم ادمان. صافي كنبداو نحمصوهم مزيان، وهنا غادي ندير واحد شويه ديال الثومه بودغ وشويه ديال البصله بودغ حتى هما كيطلقوا يعني داك المذاق الزوين مع التشحار. وغادي نضيف هنا السر ديال الروز هو القرفه. غندير واحد راس معلقه ديال القرفه، غادي نشحرها حتى هي مع الروز، غادي نقليها مع الروز، كتطلع واحد الرويحه يا سلام. صافي من بعد ما يعني ما تحمر لينا الروز شويه، هنا غادي نضيفو الملح وغنبداو نضيفو التوابل اللي هما اللي غنديروا ليه بزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، القزبور اللي مطحون يعني حبوب مطحون، وشويه ديال التحميره، وغنخلطوا هادشي جيدا. صافي هنايا غادي نزيد واحد شويه ديال لاصوص ديال المطيشه، كتبقى اختياريه. الا ما بغيتوش ديروها راه كيجي الروز بنين بلا بها، بيتو تزيدوها زيدوها راه حتى هو كيجي بنين. صافي كنخلطوا جيدا هاد المكونات، ثم غادي نمرقوا بالمطايب كيف العاده. الماء يلا غنديروه يلا يفوت لينا بواحد سنتيم حتى سنتيم ونص، يفوت لينا الروز، غنغطيو به الروز. صافي يعني ما غاديش نكثروا الماء بزاف باش ما يجيناش الروز معجن. صافي هنا غادي نقص عليه العافيه، يعني غنديرها مهيله وغنغطي عليه ونخليه يطيب. هنا غندوز باش نوجد معكم لا سالاد ديال الفواكه. درت الخس من التحت في واحد الطبيصيل، غندير عليه شويه التفاح، شويه ديال البوعويد، شويه ديال الليمون، يعني شويه ديال المونغ، وشويه ديال البنان من الفوق. هنا هاد السلطه هذه تقدروا تستعملوا فيها اي فواكه عندكم، فقط يعني كتقطعوهم وكديروهم هكايا في الطبسيل فكيجيو بنان بزاف. اي فواكه عندكم تقدروا تدخلوهم في هاد السلطه هذه. هاد السلطه صراحه هي معتمده عندي، يعني كنديرها بزاف، كتجيني سهله وبنينه وصحيه اهم حاجه. صافي من بعد ما كنساليه هنا اختياريه، كندير واحد شويه ديال الكركاع من الفوق او اي فخوي سيك عندكم. الا بغيتو ما بغيتوش خليوها غير هكاك. صافي لاصالات ديالي هي كتجي رائعه وبنينه طبعا. صافي غنحطوها جانبا. هنا غادي ندوزو باش نطيبو دوك الفخيضات والجنيوحات اللي درنا. طبعا هنايا كما قلت لكم هاد الايرفاير غسلتهم مزيان، لي بواط هادو اللي كنديرو فيهم اللي كنطيبوا فيهم، غسلتهم مزيان ونشفتهم ومسحت الاخرى، عاد طيبت فيهم حيت لاول مره يعني غنطيب فيهم. طبعا ما غاديش نستعملهم ديريكت. صافي درت جنيوحات في جهه وغندير الفخيضات في جهه واحده اخرى، ثم غادي نديرهم على درجه حراره 200 لمده 18 دقيقه. طبعا البروغرام راه هي اللي كتعطي لكم. هنا راه درت الفخيضات ديال درت الفخيضات ديال الدجاج وعطاتني درجه الحراره 218 دقيقه. صافي غنديرها طيب وغندوز هنايا باش نوجد يعني الخضره المسلوقه. هنا سلقت شويه خيزو بطاطا مع اللوبيا، صفيتهم مزيان وخليتهم تبردوا. هنا غنزيد عليهم شويه ديال المايونيز، شويه ديال البزار، غندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون وزويته بلديه طبعا. صافي وهذه الخضيره ديالنا كتكون وجدات سهله لذيذه وصحيه تبداو بها فطوركم.
هنايا راه هما يعني الجنيوحات ديالي طابو وحتى الفخيضة حتى هما. انا هنايا خرجتهم غنزيد عليهم غير شويه، غنعاود لهم بروغرام وغنخليهم غير واحد 7 دقائق غير باش يتحمروا ليا مزيان. انا كيعجبني داك اللون يعني يكون محمر باين. صافي هكا كيجي الفطور ديالنا يعني متوازن ساهل كيوجد بسرعة، واهم حاجة كيجي بنين بزاف. وهنايا شاركت معكم حتى الضيفة ديالي الجديدة صراحة اللي عاونتني بزاف في هذا الافطار. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، وخليوا لي اشنو نوع الفيديوهات اللي تبغيو نديرهم معكم مستقبلا، واش كيعجبكم هكا يعني هاد الفيديوهات اللي كنشارك معكم الاشياء اللي كنجيبهم من المطبخ ديالي. شكرا لكم، الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.